ومكملين مع بعض في وصفات العيد، وجه وقت البيتي فور بالزبدة الدايب دوبان بطريقة سهلة ومقادير بسيطة كالعادة. يلا بينا. 750 جرام من الزبدة الطرية، عليهم 200 جرام من السكر البودر، ضربتهم مع بعض لحد ما يبقى عندي خليط كريمي وفاتح بالشكل ده. عندي 2 حبة من البيض معاهم صفار بيضة، نزلت بيهم واحدة ورا التانية، ومعاهم كمان الفانيلا. بعد كده عندي 950 جرام من الدقيق، يعني كيلو متشال منه معلقتين، نزلت بيه على مرتين على خليط البيتي فور لحد ما كل كمية الدقيق تختفي، ويبقى عندي خليط فيه تلزيقة بالشكل ده. هو ده القوام المظبوط. بحطه في قمع التزيين مع التب بتاعة البيتي فور، وابدأوا بقى شكلوا الأشكال اللي انتوا حابينها. حبيت أجمع لكم أكتر من شكل في الفيديو، تقدروا تعملوا الأشكال اللي انتوا عايزينها. باقي العجينة نزلت عليها بربع كوباية من الكاكاو الخام، قلبتهم وكملت تشكيل باقي العجينة. خلصوا كل الكمية. عندي فرن متسخن على 180 او درجة حرارة متوسطة، بنحطهم على الشبكة من 12 ل 15 دقيقة لحد ما البيتي فور ياخد اللون الذهبي الحلو من تحت ولون خفيف كده من فوق. كده عندي بقى جاهز. خرجوه وسيبوه يبرد تماما قبل مرحلة التزيين. بعد كده احلى مرحله في الموضوع كله، عندي كل كميه البيتي فور، عندي شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه متسيحين على حمام مائي، سبرينكلز مكسرات مفرومه، وعندي كمان جوز هند. ابداوا لزقوا البيتي فور وغمسوه في المكسرات. كمان تقدروا تلزقوه بمربى او الشوكولاته القابله للدهن، اعملوا اي حاجه انتوا حابينها. خلصوا كل الكميه واستمتعوا باحلى بيتي فور دايب وزي الزبده. كل سنه وانتوا طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم.